في قرار بقاله فترة في دماغك، كل مرة تقرب منه تلاقي نفسك بتفكر أكتر. مش بتفكر، انت بتهرب، والفرق بينهم ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. خليني أسألك سؤال مباشر. القرار ده انت عارف انك محتاج تاخده، بس كل مرة تقرب منه تلاقي نفسك بتقول محتاج أفكر أكتر، الوقت مش مناسب، خليني أتأكد الأول. وأخذ يفكر ويفكر. سؤالي ليك، انت فعلا بتفكر ولا انت خايف؟ الخوف مش بيجي يقولك أنا خوف، ده مش أسلوبه، بيجي في شكل تفكير زيادة، تردد مستمر، أسئلة ملهاش إجابة. وانت يا صديقي مقتنع انك بتتأنى وانك عاقل وانك مش متسرع، بس في الحقيقة انت بتهرب. وده أخطر نوع من الخوف، لأنه مستخبي وشكله كده عقلاني. احنا في الغالب مش بنخاف من القرار نفسه، بنخاف من الإحساس اللي بعد، بنخاف من الفشل، نظرة الناس، الصورة اللي رسمتها عن نفسي تتكسر. فبدل ما نواجه الإحساس ده نلف حواليه، وبتسمي اللف ده تفكير. وده بالظبط اللي دكتور جو براون بتتكلم عنه في كتابها سيور ألف. الخوف المستخبي أكتر نوع فيلة بيعطل الناس، لأنك مش بتحس إنك واقف، أنت حاسس إن أنت بتتحرك، بس في الحقيقة أنت واقف. خليني أوضح لك. الخوف طبيعي، كل الناس بتخاف. الهروب من الخوف هو المشكلة. لما تسيبه يسوق حياتك ساعتها مش أنت اللي بتختار، هو اللي بيختار مكانك. ومش هقولك خليك شجاع، ده كليشيه، بس في 3 حاجات تقدر تبدأ بيهم دلوقتي. أول حاجة، تعترف إنك خايف، وده مش ضعف، ده بداية القوة. تاني حاجة، تسأل نفسك هو إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل، وهتلاقي إنها أهون بكثير من اللي في دماغك. تالت حاجة، ابدأ خطوة صغيرة حتى وانت خايف، ما تستناش الشجاعة تجيلك، اتحرك وهي هتيجي في السكة. زي ما بنيجي نتمرن بالظبط، أول مرة بتبقى صعبة، بس كل مرة خوفنا بيصغر ويقل لحد ما تكتشف إنه كان إحساس مش حقيقة. الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تتحرك رغم الخوف، لأن طول ما أنت مستني الخوف يختفي عمرك ما هتتحرك. رابع حاجة، ثبت نفسك بالإيمان. الإسلام ما قالش ما تخافش، قالك ما تخليش الخوف هو اللي يسوق، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. خامس حاجة، فكر نفسك، النفع والضرر بإيد ربنا، مش بإيد شخص ولا بسبب موقف. وطالما فكرت واستشرت واستخرت يبقى خلاص، إذا عزمت فتوكل على الله. واسأل نفسك السؤال ده دلوقتي، أنا بهرب من إيه؟ اكتبها في التعليقات، مش للناس، لنفسك.